السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل الكشري الإسكندراني. إن شاء الله نشوف الطريقة كده مع بعض. هنعمل الرز بطريقة حلوة قوي، إن شاء الله تعجبكم، بيكون مفرفر. وهنعمل بقى البيض المدحرج والطماطم المخللة والبتنجان والفلفل المخلل. هنشوف كده الطريقة مع بعض. دول كوباية ونص رز نعناهم حوالي نص ساعة، وهنسلق البيض أي عدد بيض انتي عايزاه، وكوباية عدس، وبصلة كده مقطعاها قطع صغيرة يدوي او في الكبة، مفيش اي مشكلة. هنحط كده حوالي 3 معالق او 4 معالق زيت، وهنبدأ نشوح في البصلة. احنا مش عايزينها محمرة، يدوبك تشويحة خفيفة كده. رشة سكر، هننزل بقى بالرز نكون مصفينه كويس، وهنقلب كده مع البصلة حوالي فص توم كده مفروم، وفلفلة متقطعة مكعبات، دي اختياري، لو مش بتحب الفلفل مفيش اي مشكلة. مكعب مرقة كده، لو برضو مش عايزاه ممكن تحطي ملح، مفيش اي مشكلة. يعني مش اساسي. قرن فلفل هنسيبه بحاله، لو عايزاه يكون آه، يعني سبايسي ممكن تقطعي قرن الفلفل. هنضيف بقى المية تكون يدوب تغطي الرز، مش عايزين الرز يعني يبقى في مية كتير. ورشة ملح طبعا، ما نكترش الملح عشان مرقة الدجاج بيبقى فيها نسبة ملح. هنغسل بقى هنا العدس، هنغسله كويس ونحطه في مية، وبعد كده نحط الطاسة كده على النار وحبة ملح، يدوب غلوتين يعني بالظبط، حوالي 3 دقايق من بعد الغليان او دقيقتين. هنا بقى الرز يعني نص تشريبة كده، هنضيف عليه العدس. الطريقة دي اكتر طريقة بتخلي الرز مع العدس يكون مفرفر جدا، وممكن تقلبيه في اي مرحلة ما بيعجنش خالص. هنغطي بقى عليه ونسيبه على الهادي خالص، يعني حوالي ربع ساعة كمان يكون جاهز ان شاء الله. وبياخد بقى سوا واحد مع بعض، والعدس مش بيعجن خالص، بالعكس بيبقى العدس واضح جدا في الرز. هنرش كده رشة يعني سكر على البصل، ونسيبه شوية، ونبدأ بقى نقلي البتنجان. بنقطع جزء كده من طرف البتنجان عشان ما يفرقعش في الزيت. وبرضو معانا شطة هنحمرها بالشكل ده. هنبدأ بقى نقلي البصل، هو اتشرب كده السكر اللي احنا رشناه، وهنحط البصل كده. السكر بيديله قرمشة وبيديله طعم حلو قوي، وكمان لون حلو، لون ذهبي جميل. الرز بقى كده اتشرب، مش معجن خالص، بالعكس. وممكن نقلبه في اي مرحلة، مفيش اي مشكلة. هنسيب بقى الرز كده مكشوف، يعني عشان يبقى مفرفر، ما يستويش بزيادة من البخار. هنا حوالي معلقة توم مفروم على معلقتين زيت، هنحمرهم كده. ونضيف خل وحوالي كوباية مية. دي بقى الصلصة اللي هنحطها على الوش، للي عايز يعني او اللي يحب صلصة مع الرز.
معلقتين صلصة. ممكن نجيب طماطم عادي نبشرها او نضربها في الخلاط ونحطها عادي خالص. كزبرة حوالي معلقة كده يعني كبيرة، او لا معلقة صغيرة لان الكمية مش كبيرة قوي. نحط طبعا الملح نظبطه. معلقة بقى زبدة ونبدأ نحمر البيض. بيسموه بيض مدحرج عشان احنا بنقعد كده نقلبه بالشكل ده. هنقلب بقى فيه لحد ما ياخد اللون اللي انتوا عايزينه. لو عايزينه يعني لونه محمر كده بالطريقة دي. وحمرنا بقى البصل اهو خلاص، والبتنجان جاهز والفلفل. شو بقى البصل لونه ذهبي ومقرمش جميل جدا. دي بقى خلطة عبارة عن هريسة شطة وتوم، هريسة فلفل وتوم. وهنعمل طماطم بالشكل ده شرايح كده بس مش هنفصلها. وهنخلل بقى طبعا الطماطم والبتنجان. ودي الصلصة. هنجهز بقى السيرفيس بتاعنا. نحط كده الرز في قالب او نغرفه عادي في اطباق، مفيش اي مشكلة زي ما تحبوا. رشة بقدونس. ده البيض بقى احمر وخد لون تحفة. هنبدأ نحطه كده في السيرفيس بالطريقة اللي تحبوها. عايزين تقطعوه مكعبات كده او شرايح برضه هيبقى حلو قوي. البصل بقى واخد اللون الذهبي، واخد قرمشة حلوة قوي برضه. والطعم كمان السكر بيدي طعم للبصل بجد فعلا مميز قوي، افضل كتير من النشا والدقيق. انا مش بحب احط النشا والدقيق على البصل، بيشرب زيت كتير وبصراحة ما بيعجبنيش كمان كطعم بالشكل ده. بجد أكلة حلوة قوي وتعتبر من الأكلات الموفرة اللي بصراحة بنحتاجها كده آخر الشهر لما يكون معناش فلوس بقى وعايزين أكلة تكون سهلة وسريعة ومش مكلفة. بجد إن شاء الله تعجبكم قوي طريقتي في الرز. يا ريت بقى كده لو جربتوا الطريقة تبعتولي وتعرفوني برضو النتيجة ايه. وجربوا بقى كمان الصلصة التحفة دي بجد حلوة قوي. والطماطم بقى كده بالخلطة بالثوم بقى والخل والليمون والبتنجان. ان شاء الله تعجبكم طريقتي، واللي ينفذها بقى كده يبعتلي. واللي ما اشتركش بقى في قناتي يشترك ان شاء الله كده. تشوفوا الوصفات بتاعتي كل يوم بإذن الله لو ربنا قدرني، ونعمل وصفات كده مع بعض. وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.